عمرك لاحظت ان الصداع عمره بيجي بنفس الطريقه على طول؟ مره نبض، مره ضغط، مره دوخه، مره النور بيضرب في عينيك، مره وجع ماسك في عينيك، مره وجع يطلع من الرقبه يضرب في نص دماغك فجاه، مره يضرب في نص وشك من ناحيه واحده، مره صداع تحس ان وشك هيقع من مكانه. ساعتها بتسال نفسك هو ده ايه؟ اجهاد ولا توتر ولا ضغط ولا حاجه تانية اخطر؟ في الحقيقه، استنى واسمعني في ثواني، يلا اعمل فول لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه الصداع ده مش مرض، ده رد فعل بيوصلك انذار لسبب اخطر بكتير. المخ نفسه مش بيحس بالالم، لو لمست المخ مباشره مش هتحس باي حاجه، وده اللي الجراحين يعرفوه. لكن اللي بيخليك تحس بالالم والصداع ده اللي حواليه، الاوعيه الدمويه تنقبض وتنبسط، الاعصاب تتوتر، العضلات اللي ماسكه الجمجمه تتشنج، الاغشيه الصحائيه المحيطه بالمخ تتهيج، الجيوب الانفيه تنتفخ وتلتهب. الصداع بقى بيحصل لما اي حاجه من دول بيحصل فيها خلل، الاشارات توصل للمخ، المخ يترجمها لنوبات صداع تختلف في الشده على حسب المكان، وده اللي بيخلينا لازم ندور على السبب قبل ما نلجا لمهدي يسكن الوجع، قبل ما الموضوع يكبر ويعمل مضاعفات. ويلا بقى ركز الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. ونوبات الصداع بتختلف في الشده على حسب مكانها، في صداع النصفي وده من اسمه بيجي في نص واحد مرات بسبب اضطراب في اشارات في كيمياء المخ وبيجي على شكل نبضات، وفي الصداع التوتري ده تحس ان هو شريط ماسك على دماغك او طوق رابط على راسك، وده بيجي بسبب عضلات الراس المشدوده او التوتر. وفي صداع الجيوب الانفيه ومن اسمه تعرف ان هو بسبب التهاب الجيوب الانفيه والرشح، تحس بصداع كأن وشك هيقع من مكانه، تحس بيه على يمين ويسار الانف والخدين. وفي الصداع العنقودي الكلاستر هيدك وده بيجي حوالين العين، وده اسوأ واشد انواع الصداع، بتحس بألم نار حوالين العين في ناحيه واحده مع دموع واحمرار في العين، وده اللي بيفرقه عن الصداع النصفي. وفي صداع الرقبه بيطلع من الرقبه لنص الراس، وده بسبب شد والتهابات فقرات الرقبه. وفي صداع ضغط الدم لو زاد بتلاقي نوبه صداع في مؤخره الراس. وفي صداع خطير جدا بنسميه الصداع الغدار، وده بيجي لما توقف اي علاج او مشروب ماشي عليه، اشهرهم صداع اما تيجي توقف القهوه ايام الصيام. وفي الصيدليه كانت بتجي لنا حالات كتيره جدا كانت الشكوى صداع، كل الحالات دي كانت بتجري على المسكن عشان تخفف الوجع، بس ما فيش فايده. وجهناهم وعرفوا السبب وسمعوا الكلام واخدوا من النصايح ومشوا العلاج الصح، وهم دلوقتي احسن. خلينا نحمي نفسنا من هجمات الصداع المتكرره، نغير من عاداتنا اليوميه، امشي نص ساعه يوميا، اشرب ميه كتير طول اليوم حتى لو مش عطشان، نام بدري نوم منتظم، قلل من القعده على اللاب والموبايل والتلفزيون وما تقعدش بالساعات، قلل التوتر والعصبيه وهدي النفسيه، اعمل تمارين تنفس عميق وخد دش دافي استرخاء يومي، كمادات برد على الجبهه والخدين بتفيد في حالات الصداع النصفي والعنقودي، كمادات دافيه على الرقبه بتريح شد العضلات وتفيد في صداع الرقبه، نام على مخده متوسطه وتجنب الانحناء وما تقعدش في وضعيات غلط، بخار دافي 10 دقائق ومحلول ملح تنظيف للانف وتجنب الروائح والغبار والتدخين في حاله الجيوب الانفيه، قلل من شرب القهوه، فنجانين بالكثير سكر خفيف واخرهم المغرب، ما تاكلش وتنام، وابعد على الاكل اللي بيتعبك، بلاش وجبات سريعه، بلاش اكل فيه دهون، بلاش اكل مليان ملح، خلي اكلك صحي، خضار وفاكهه مليانين فيتامين سي وفيتامين د وحديد، ظبط اضاءه المكان، اضاءه مظبوطه ومريحه للعين. بالنسبه للعلاج الدوائي مفيش علاج سحري لكل انواع الصداع، ممكن نستعمل مسكن لالم الصداع وبعدين نشوف ايه سبب الصداع ونعالجه. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في علاج حاله الصداع اكتب لي في الكومنتات علاج صداع واكتب لي نوع. وزي ما قلنا الصداع ده اشاره من جسمك مش لعبه، لو